بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا أحلى مشاهدين، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. مرحبا بكم معايا. هذا النهار غنهضروا في الفيديو ديال اليوم على صغاف أو صغافي، غسول للوجه باللون التركوا. فيه بزاف ديال الألوان وبزاف ديال الأنواع. أنا جبت لكم هذه النوعية هذه اللي باللون التركوا، الخاص بالبشرة الدهنية والبشرة المختلطة والبشرة المعرضة لحب الشباب. خاصة البشرة المعرضة لحب الشباب كيتوصف لهم هذا النوع ديال الصغاف بالضبط، فهو غسول برغوة. كينظف لنا البشرة ديالنا بشكل عميق، لأنه يحتوي على تركيبة قوية ومواد منظفة. هاد المواد المنظفة كتكون بتركيز عالي وكتساعدنا في التخلص من الدهون اللي كتفرزها البشرة، خاصة البشرة الدهنية. وبالإضافة لهذا الشيء كامل اللي قلناه، فهو يرطب البشرة. سراف يرطب البشرة بشكل جيد جدا، لأنه فيه بزاف ديال المرطبات اللي كتكون لطيفة على البشرة، كتعالج لنا البشرة بلطف دون تهيج بدون ما تسبب لنا شي احمرار أو شي حساسية. صغافي مضاد للعيوب. هاد النوعية هذه مضاد للعيوب، لا يحتوي على العطور، بدون عطر، بدون كحوليات وبدون بارابين. مناسب جدا للناس اللي عندهم البشرة الحساسة. يستخدموا هذا النوع هذا، لأنه لا يحتوي على العطور ولا على الكحوليات التي تهيج البشرة وكتسبب لنا بزاف ديال المشاكل. مهم هذا غسول مضاد للعيوب. أي عيب كاين في الوجه، مثلا الرؤوس السوداء والحبوب، حب الشباب، واي حاجه هكذا في الوجه ديالنا، كينظف بعمق، وكذلك كيرطب لنا البشره. ومزيان بزاف للناس اللي عندهم البشره الجافه. اللي عنده البشره الجافه كيحمي البشره من الجفاف وكيرطبها، وكتكون رطبه على طول. صغاف او صغافي واحد المنتوج اللي هو معروف جدا، غني عن التعريف، وبزاف ديال الناس كيشريو صغاف. كل واحد كياخد النوعيه اللي كتناسبه. ديما كنشوفوا البشره ديالنا وكناخدوا النوعيه اللي غتناسب البشره ديالنا. هذا النوع هذا اللي شفتوه باللون التركوا، فهو معروف انه كيديوه الناس او كيشريوه الناس اللي عندهم حب شباب، ولا عندهم البثور، ولا عندهم الرؤوس السوداء. كينظف صراحه البشره بعمق. من ناحيه التنظيف كينظف جيدا، بزاف مفيد للناس اللي عندهم حب الشباب. كيساعدنا في التخلص من حب الشباب واثار الحبوب. يعني بعد ما كيبراو الحبوب كيخليو واحد الاثار. وكنستخدموا صغاف منظف جيد جدا، غسول بتركيبه قويه ومواد منظفه بتركيز عالي. كتنظف لنا البشره ديالنا، خاصه الناس اللي عندهم البشره الدهنيه. فهي كتفرز بزاف ديال الدهون، الشيء الذي يؤدي الى ظهور حب الشباب وظهور البثور وظهور الرؤوس السوداء. هاد الناس ضروري خصهم واحد المنظف بحال صغاب او اي منظف كيناسب البشره ديالهم، باش كيخلصهم من دوك الافرازات الكثيره التي تؤدي الى ظهور حب الشباب، وكذلك باش كتوقف لهم يعني الظهور ديالو وكتعالجو بعمق. وبالنسبه للصغاف او صغافي، فكاينين الناس كيوافقهم وكاينين الناس ما كيوافقهمش. يعني كاين الناس كيعالج ليهم الحبوب والاثار ديال الحبوب والرؤوس السوداء وكاع هاد العيوب هادو اللي كيكونوا في الوجه، وكاينين ناس اخرين يعني ما كيوافقهمش. وبالتالي ضروري كيخصنا نبحثوا على السبب ديال حب الشباب اشنا هو، ونشوفوا الطبيب او الطبيبه ديال الجلد اشنو غادي يقول لنا في هاد المساله هذه. واش يعني يوصف لهم صغاب او اشياء اخرين اللي كيزولوا لهم الحبوب. يعني كاين بزاف ديال المنتوجات وبزاف ديال الادويه وبزاف ديال هاد المستحضرات هادو اللي كيخلصونا من الحب الشباب ومن اثار ديالو، وكذلك الناس اللي عندهم البشره الدهنيه باش يعالجوا البشره ديالهم. ولكن ضروري يعني استشاره طبيه باش كيشوفوا النوعيه المناسبه لهم. عموما فصغاف او صغافي غسول جيد جدا رائع، بزاف ديال الناس كيوافقهم وبزاف ديال الناس لقاو عليه، وانا من بينهم. خديته واستخدمته، صراحه كيعطي واحد الاشراقه للبشره وكينظف بشكل عميق، وكذلك كيرطب لنا البشره ديالنا. كما قلنا في البدايه، راه الناس اللي عندهم البشره الجافه كيليق لهم هذا النوع هذا وغادي يناسبهم جدا، لانه فيه بزاف ديال المرطبات اللي كتكون لطيفه على البشره وكتعالجها بدون تهيج بدون حساسيه بدون حتى شي مشكل.
كان هذا الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتدعموني نقدم لكم المزيد من الفيديوهات والمزيد من المعلومات. الى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.